ركز معايا جدا عزيزي الاهلاوي في اللي هقوله دوت، لان انا هقول لك على معلومات مهمه جدا جدا جدا. امام عاشور يا جماعه يقترب من التمديد مع النادي الاهلي. طب هياخد كام؟ الارقام ايه؟ الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ هقول لك على كل حاجه، بس ركز معايا. امام عاشور هيمدد مع النادي الاهلي على 25 مليون راتب. 25 مليون راتب بلس 15 مميزات. مميزات دي اللي هي ايه؟ اعمل كام اسيست، جاب كام جول، الكلام ده كله. بلس 10 مليون اعلانات. ولكن لو امام عاشور زمزق في حته ال 10 مليون، الاهلي ممكن يطلعوا خمسه، يبقى 15 مليون اعلانات. ولكن الناس هتتكلم مع امام عاشور الاول، او كابتن سيد عبد الحفيظ هيتكلم مع امام عاشور الاول في حته 10 مليون. طب لو زمزق يبقى هيخلوها 15 مليون. خلاص، يبقى نقدر نقول على حته الاعلانات دي 10 او 15 مليون. يبقى 25 مليون راتب بلس 15 مليون مميزات بلس ايه؟ 10 مليون او 15 مليون اعلانات. 10 مليون او 15 مليون اعلانات. ده العقد اللي هيتقدم لامام عاشور، وباذن الله باذن الله يمضي عليه، وان شاء الله باذن الله يمدد مع النادي الاهلي والامور تمشي زي الفل. طيب، عايز اقول لك ان النادي الاهلي هيعمل صفقتين. لسه متبقي صفقتين. ايه هما الصفقتين؟ صفقه في خط النص وصفقه في الدفاع. صفقه في خط النص وصفقه في الدفاع. النادي الاهلي لو جاب خط نص محلي يبقى هيجيب مدافع اجنبي. النادي الاهلي لو جاب مدافع محلي يبقى هيجيب في خط النص لاعب اجنبي. قشطه كده. لان بن رمضان خلاص هيمشي خلال ساعات. بن رمضان هيتم الاعلان رسمي ان هو راح للشمال القطري خلال ساعات، ممكن النهارده ممكن بكره كده يعني. تمام. فبما ان بن رمضان ماشي، تمام، فالنادي الاهلي هيعمل صفقتين. صفقه لاعب اجنبي في خط النص او في الدفاع، ولاعب محلي في خط النص او في الدفاع. تمام كده. لو جاب النادي الاهلي لاعب اجنبي في خط النص يبقى هيجيب المدافع محلي. طب لو جاب في خط النص لاعب محلي يبقى هيجيب في الدفاع لاعب اجنبي. اوكي. طيب، ففاضل صفقتين بخصوص النادي الاهلي يا جماعه. انا بقول لكم على كل حاجه بشكل حصري، ودايما يعني بجري معاكم باذن الله اول باول. طيب، تريزيجيه يا جماعه خلاص راح لنادي الرياض السعودي بشكل رسمي، وهيتم برضو الاعلان بشكل رسمي النهارده او بكره. تمام. عايز اقول لك بقى عزيزي المشاهد، حامد عبد الله لاعب انبي. اللاعب عايز يروح جدا 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 الاهلي، وقال لك الاتي: مهما اتعرض عليا من بيراميدز انا عايز اروح النادي الاهلي. مهما اتعرض عليا من بيراميدز، انا بقول لك اهو، انا عايز اروح النادي الاهلي. انا بعشق النادي الاهلي، انا بحب النادي الاهلي. المشكله في اللي طالبه الاستاذ ايمن الشريعي، وانا كنت قايل الكلام دوت اعتقد الفيديو اللي فات. قلت لك الاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي انبي عايز 50% اعاده بيع. هو حاطط في دماغه ان حامد عبد الله دوت زي لما كان كده صلاح في المقاولين، ان حامد عبد الله يروح الاهلي الدنيا هتبقى ماشيه معاه زي الفل، فهيبقى ايه؟ ناطط لاوروبا. ولما ينط لاوروبا هيبدع بره ومش عارف ايه، فهينطلق بقى. فهو ده اللي رسمه الاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي انبي. طيب، الاهلي زي ما قلت لك برضو قبل كده، النادي الاهلي رافض هذا الرقم. 50% نسبه اعاده بيع رقم كبير. طب هل الاهلي هيسكت؟ هل الموضوع خلص على كده؟ لا، ما خلصش على كده. النادي الاهلي هيحاول محاوله اخيره. النادي الاهلي يا جماعه هيحاول محاوله اخيره. هتحصل جلسه ما بين مسؤول في النادي الاهلي، مش هقدر اقول لك اسم لان لسه مش متاكد من الاسماء. ممكن كابتن سيد عبد الحفيظ، ممكن حد غيره، يعني الله اعلم بقى ايه اللي هيحصل. ممكن الاستاذ عصام سراج لوحده، ممكن يعني معرفش مين بالظبط اللي من النادي الاهلي هيقعد معاه. ممكن كابتن سيد عبد الحفيظ والاستاذ عصام سراج الاثنين مع بعض يقعدوا مع الاستاذ ايمن الشريعي، يعني على حسب بقى. فهتحصل جلسه. طب الجلسه دي امتى؟ الاسبوع الجاي مش الاسبوع ده. الجلسه دي هتكون الجلسه الاخيره بخصوص حامد عبد الله. حامد عبد الله موصل للاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي انبي ان هو
عايز الاهلي، ولو بيراميدز عرضوا عليه ملايين الدولارات، مش هقول لك بقى الجنيهات، انا بقول لك الدولارات، انا عايز برضو النادي الاهلي، انا بحب النادي الاهلي وعايز البس شيرت النادي الاهلي. خلاص. ولكن الاستاذ ايمن الشريعي بيحسبها بقى حسابات تانية، يعني بيحسبها في فكره ايه؟ بيزنس. بيحسبها في فكره بيزنس، وان انا عايز ادخل، وهذا حقه على فكره، يعني محدش يزعل منه يا جماعه. الراجل ماسك نادي، مسؤول عنه، مسؤول ان هو يكسب النادي، مسؤول ان هو يكسب النادي ماليا، ده شغله. ده شغله، هو محطوط في هذه المكانه علشان خاطر ينجح المكان اللي هو فيه، محدش يقدر يلوم، محدش يقدر يلوم. ولكن النادي الاهلي من حقه برضه ان هو ما يجيش على نفسه. النادي الاهلي من حقه ان هو يدافع عن نفسه. النادي الاهلي من حقه ان هو يشوف ايه اللي كسبانه من الصفقه وايه اللي هيخسره من الصفقه. فكل نادي له الحق. الاهلي حقه يقول له انا اخري والله كذا، والاستاذ ايمن الشريعي من حقه برضه يقول للاهلي لا انا عايز كذا. كل واحد عايز ينجح يعني المكان اللي شغال فيه. طيب يعني محدش ياخد الموضوع بحساسية. محدش ياخد الموضوع بحساسية. تمام. هو الأستاذ أيمن الشريعي هذا حقه، الراجل يعني رئيس نادي، فهو عايز النادي بتاعه دايما يبقى بيربح وبيدخل له فلوس كويسة في الأول وفي الآخر، يعني ده شغل. طيب جراديشار راح إلى سيراميكا كيلوباترا موسم إعارة. جراديشار راح لسيراميكا كليوباترا موسم اعاره. جراديشار كل الناس اللي حواليه قالوا له خليك في سيراميكا، فلوسها حلوه يا ابني، فلوسها حلوه حبيبي، روح سيراميكا هتتدلع والدنيا حلوه والفلوس جميله هناك. وجراديشار ليه على فكره بقى ليه صحاب من فريق سيراميكا من قبل ما يروح سيراميكا. تمام. المصري كانوا عايزينه، ولكن هو ميال اكتر لسيراميكا. هو ميال اكتر لسيراميكا، يعني في فلوس كويسه، بلس ان هو ليه اصحاب في الفرقه وكده، ففي ونس برضو. بلس كمان على فكره عايز اقول لكم ان النادي الاهلي هيدفع جزء من راتبه وهو في سيراميكا كليوباترا. النادي الاهلي هيدفع جزء من راتبه وهو في سيراميكا كليوباترا. طيب باكد عليك تاني ان مباراة الأهلي وبرشلونة بإذن الله هتكون في الكامب نو بإذن الله يوم 19 أغسطس. يوم 19 أغسطس هتكون مباراة كويسة جدا جدا جدا، والنادي الأهلي هياخد فلوس. دايما بنسمع ان الانديه بتروح للانديه الاوروبيه ويدفعوا لهم فلوس عشان يرضوا يلعبوهم، يعني مثلا لو اي نادي تاني هيدفع لبرشلونه فلوس علشان برشلونه يلعبوا، لا هنا بقى النادي الاهلي هو اللي هياخد فلوس. ده يعرفك قد ايه النادي الاهلي كبير وعظيم، واي حد يتمنى ان هو يلعب. طيب عايز اقول لك ان حمزة عبد الكريم ابن النادي الاهلي عمل اداء رائع 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 مع برشلونة، وبنسبة كبيرة هيكون مع الفريق الاول، وبنسبة كبيرة هيكون بيدربوا ان شاء الله في الدوري الاسباني مستر هانز فليك مدرب نادي برشلونة. وهانز فليك على فكرة امبارح في المؤتمر بعد المباراة اتكلم عنه بشكل جميل جدا، وقال لك هو لاعب موهوب وشخصيته حلوة وعقليته حلوة ودماغه كويسة. وحمزة يعني سمع في اسبانيا، سمع مش بس في اسبانيا، لا في اوروبا كمان. تمام. فربنا يكتب له الخير يا رب، وممكن يبقى محمد صلاح التاني، ليه لا يا جماعة؟ والله 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 حمزة لاعب كويس جدا وامكانياته عالية جدا جدا. وشوف الفرق لما كان بيلعب هنا ولما راح هناك، لا جسمه ظبط، الدنيا معاه ظبطت جدا جدا جدا. طيب اشوفك على خير عزيزي المشاهد في فيديو قادم جديد باخبار جديدة. السلام عليكم.